عبرت السلطات الجزائرية اليوم السبت استعدادها لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية للمغرب على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق متفرقة من البلاد وخاصة منطقة الحوز مساء أمس الجمعة. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أبدت السلطات الجزائرية العليا استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية تضامناً مع الشعب المغربي الشقيق، وذلك في حال طلب من المملكة المغربية. كما قررت السلطات الجزائرية فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين. وفي نفس السياق قرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية عاجلة إلى المملكة المغربية، وذلك لدعم جهود الإغاثة جراء الزلزال الذي ضرب عدة مدن وأقاليم مغربية وفق وكالة أنباء قطرية رسمية. وفي وقت سابق عبر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن خالص تعازيه للملك محمد السادس ولشعب مغربي في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية. وقال أمير قطر في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس: خالص التعازي لأخي جلالة الملك محمد السادس وللشعب المملكة المغربية الشقيق في ضحايا الزلزال الذي ضرب مدنا مختلفة من البلاد، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على مصابين بلا الشفاء العاجل. حفظ الله المغرب وشعبه من كل مكروه.